السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفطار بتاعنا خفيف جدا جدا ولذيذ وبسيط. عملنا بيتزا بالبسطرمة كده او باي حاجة انت حباها. عملنا الحلو بتاعنا كان كاستر زي ما انتم شايفين، وعليه شوية جوز الهند وحبة زبيب. يلا بينا، اول حاجة هنعمل مع بعض الكاستر. معايا نص لتر من الحليب او كوبايتين. هنضيف عليهم باكو الكاستر اللي احنا جايبينه ده بيبقى حوالي معلقتين ونص. بنضيف عليهم سكر حسب الرغبة. أنا ضفت حوالي 4 معالق من السكر مع التقليب المستمر على نار على البارد، من غير نار من غير أي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنفضل نقلب لحد ما نشا الكاستر بتاعنا يختفي تماما، وبعدين هنولع النار عليه. لونه اصفر باهت كده، عايزين نخلي لونه اصفر حلو. ضفتله نقطتين لون طعام زي ما انتوا شايفين، واولع بقى عليه النار وافضل اقلب فيه تقليب مستمر لحد ما ياخد معايا القوام ويغلي ويبقبق كده. عشان اتاكد ان النشا بتاعتي استوت لازم الكاستر بتاعك يبقبق. تمام. هضيف كمان عليه باكو من الفانيليا اهو زي ما انتوا شايفين، وهستمر في التقليب. شايفين بيبقبق ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل. بعد ما بقبق كده هناخده بقى ونصبه في الكوبايات او الاطباق او الكيسات بتاعتنا. بقبق كده حوالي 4 ثواني، اعرفي ان كده النشا بتاعتك استوت اهو. هناخده بقى كده ونصبه في الكاسات بتاعتنا الجميلة دي، وهدخله التلاجة. يعني هستنى عليه شوية لما يبرد وبعدين ندخله التلاجة عشان يبقى بارد اكتر وطعمه حلو. وزينته في الاخر بحبة من جوز الهند كده على الجنب، وعليهم شوية من الزبيب. وده شكله اهو، شايفين متماسك وحلو جدا. نعمل بقى البيتزاية بتاعتنا الجميلة مع بعض. كل بيتزاية بتحتاج من كوباية وربع لكوباية ونص من الدقيق بالكوباية المعيارية. ضفت عليها نص معلقة من الخميرة الفورية، معلقة ونص صغيرة من السكر، وزودتهم نص كوباية من المية الدافية كده، وقلبتهم واسيبهم على جنب لحد ما يخمروا. ونيجي بقى للدقيق بتاعنا. هنضيف على الدقيق معلقة ونص كبيرة من اللبن البودر، ربع معلقة صغيرة من الملح، ونديله تقليبة. ولو ولادك او انت بتحبي الزعتر تقدري تضيفي على الدقيق حبة زعتر. انا للاسف ولادي مش بيحبوه فما ضفتش. ضفت كمان معلقتين كبار من الزيت اهو زي ما انتم شايفين، واديتهم تقليبة. هنزل بالخميرة بتاعتي، شايفين خمرانة وما شاء الله حلوة ازاي. وكمان حبة من المية صغيرة عشان ننزل بقية الخميرة اللي في الكوباية. هدي بقى تقليبة كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اشيل المعلقة واعجنها بايدي لحد ما تبقى معايا كرة ملساء ناعماء. تمام. شايفين كرة ملسة وناعمة زي ما انتم شايفين. هغطيها كده واسيبها على جنب لحد ما تخمر. وعلى ما تخمر هعمل مع بعض الصلصة السريعة. الصلصة السريعة عبارة عن معلقة من الكاتشب كبيرة، ومعلقة من الصلصة الكبيرة، ومعلقة من الزيت كبيرة. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. رشة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر. بعد ما قلبناها جبنا الخضار اللي احنا حابين نضيفه على البيتزا. جبنا فلفل اخضر وطماطم ومعايا بصل. البصل اختياري، تقدري تحطي وتقدري تستغني. انا هعمل نصها بالبصل ونصها من غير عشان ولادي مش بيحبوا البصل، بس طعمها بيكون مميز جدا جدا بشرايح البصل الرفيعه اللي احنا بنضيفها. جبت العجينه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا افرد. عايزه اقول لكم ان انا عامله البيتزا دي في وقت قياسي جدا، ان انا كنت متاخره على الفطار لان كان عندي درس مع بنتي، كنت بوديها الدرس فاتاخرت. فانجزت بصراحة وما خدتش مني وقت ولا مجهود. اهو هنفرد بقى البيتزاية كده على قد الصاج او الطبق او الصينية اللي هتدخل الفرن. وبعدين هجيب الطبق بتاعي اهو زي ما انتم شايفين او الصينية،
وبعدين انزل عليها بالصلصة كده بعد ما ظبطتها على مقاس الطبق. هفرد الصلصة عليها كده زي ما انتوا شايفين وعلى حروفها، مش هخلي فيها حتة باينة معلهاش صلصة. بتديها لون حلو جدا جدا الصلصة مع الكاتشب مع طعم حلو. اسفة جدا يا جماعة على صوتي، بجد تعبانة والله. هنجيب رشة كده من الموزاريلا نحطها الاول على الصلصة اللي احنا حطيناها، تمام. وبعدين نحط بقى الحشوة اللي احنا عايزينها، فراخ، لحمة، شاورما، اي حاجة انت حباها، لانشون، بسطرمة زي ما انا هحط، مشكل جبن، بس انت وراحتك. انا دايما يا بعملها بالبسطرمة يا بعملها بالبيفي، احنا بنحبها كده، فكل واحد يعمل على حسب هو بيحب. ابتديت احط البسطرمة كده قطع كبيرة، وجبت الفلفل الاخضر وابتديت ان انا اوزعه كده كل شوية في جنب، بحيث ان هي يبقى عليها كلها. هجيب بقى شرايح الطماطم اهو زي ما انتم شايفين وافردها عليه. جبت كمان شرايح البصل اللي انا قطعتها شرايح رفيعة، وابتديت احط على النص كده، يعني في نص الطبق ده حطيت نص بصل ونصه لا. تمام، لك الاختيار انك تجربي، ولا هتشوحيه ولا تعملي فيه اي حاجه، تقطعيه بس رفيع كده زي ما انا عامله. نجيب بقيه الجبنه الموزاريلا ونغطي الطبق بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. بحاول بس اظبط الجبنه. نجيب بقى الزيتون ونحطه على الوش كده زي ما انتم شايفين. فرننا شغال على درجه حراره 250 فوق وتحت، ما بتاخدش تلت ساعه نص ساعه بالكتير وبتكون مستويه معانا. حاولي ما تحطيش زيتون كتير لان البسطرمه بتكون حادقه لوحدها. اهو، وهنا كده شكلها بعد ما طلع من الفرن. على ما طلعت من الفرن كنت حمرت شويه من السمبوسه زي ما انتم شايفين، ومعايا شيبسي ومعايا كاتشب ومايونيز، وطلعت شويه من المخلل، وجبت الكاستر بتاعي وحطيت عليه الزبيب وجوز الهند على شكل هلال كده. وعندي عصير جوافه باللبن كنا عاملينه مع بعض امبارح زي ما انتم شايفين، لونه زي ما هو، لا غير ولا جراله حاجه. وعندنا خشاف طبعا ما نقدرش نستغنى عنه. اول البيتزا بتاعتي ما بتطلع من الفرن بقطعها كده زي ما انتم شايفين، باخدها بالنص، وبعدين زي علامة زائد، وبعدين بكمل كل ربع باخده 2، وده يكون شكلها. شكلها جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. تسويتها مظبوطة جدا. هوريكم كمان اعراه من تحت عامل ازاي. العجينة بتاعتي كوتونية وهشة وطرية، مش سميكة ومش رفيعة، وسط. طبعا شوية مخلل اللزوم بقى ايه لزوم الاكل بيبقى جميل جدا. حمرت شويه السمبوسه زي ما قلت لكم، شايفينها السر الجوفيه ابيض شمع اهو، لسه عاملاه امبارح يا جماعه، لا لونه غير ولا جرى له حاجه. شايفين البيتزا ما شاء الله تبارك الله. التسويه كانت 100 100. اتمنى لو الفيديو يعجبكم تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في وصفات جايه كتير. دمتم في رعايه الله، باي باي.